المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إريتريا تشارك في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائي 17. ورشة عمل تعليمية في صنعاء. تقييم أنشطة المرأة في عنسبة. استهداف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا بصاروخين دون أضرار. الولايات المتحدة تحظر رسميا معدات اتصالات صينية. ومقتل 3 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدرستين في البرازيل. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا مندوب إريتريا في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية سيد بنيام برهي في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائي 17 الذي عقد في نيامي النيجر من 23 وحتى 25 من نوفمبر. وذكر وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الذي ركز على الصناعة والتنوع الاقتصادي في إفريقيا وتنفيذ منطقة السوق الحر القارية، ذكر أهمية المؤتمر الهادف للدفع بالمصالح والموارد الطبيعية الإفريقية، وقال إن تصنيع الموارد الطبيعية الإفريقية في الداخل يؤدي لاستفادة إفريقيا من مواردها الطبيعية وخلق فرص العمل والحد من تصدير المواد الخام. ولتنفيذ ذلك يتطلب القيام باستثمار كبير في الموارد البشرية التي تعتبر أساس مورد إفريقيا. وأوضح وفد إريتريا أن أكثر من 1,400,000 من سكان إفريقيا يعتبر عددا كافيا لمنتجات القارة، مشيرا إلى أن الموارد الطبيعية الإفريقية أطلقت بداية الثورة الصناعية للدول الغربية، وأن جعل هذه الموارد الطبيعية تسخر للصناعات الإفريقية يسهم بدور كبير في تغيير النوعي لحياة الأفارقة واتخاذ إفريقيا مكانها الطبيعي في النظام العالمي. وأصدر المؤتمر قرارا ومرسوما يدفع بالصناعة والتنوع الاقتصادي. كما بحث المؤتمر السوق الحرة القارية وتطور تنفيذ الاتفاق والخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا. وخرج المؤتمر في ختام أعماله بقرار لتنفيذ أعلى للاتفاق وإطلاق برامج إضافية لدعم تنفيذ الاتفاق. عقدت إدارة التعليم في مديرية الصنعافة ورشة عمل في مدينة الصنعافة حول تقوية التعليم عامة ونتائج امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة والثانوية. ودعت الورشة التي شارك فيها مدراء المدارس والمشرفون التربويون ومدراء الضواحي وممثلو الشعب وممثلو مكاتب الوزارات، دعت إلى تعزيز دور أولياء الأمور والجهات المعنية لإنجاح الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في التعليم. وحث منسق العمل الرقابي في المديرية الأستاذ كفلوم كبرآب في التقرير الذي قدمه لامتحانات الشهادة المتوسطة في السنوات الستة الماضية بالنظر للمصاعب والتحديات، حث إدارات الضواحي وأولياء الأمور والمعلمين للعمل المنسق لإنجاح جهود رفع مشاركة وكفاءة الطلاب. وأوضح مسؤول العملية التعليمية الأستاذ برهاني يوهنس في التقرير الذي قدمه عن امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية أن دور أولياء الأمور والمعلم ضروري للتعرف سريعا على أسباب مقاطعة ورسوب الطلاب وإيجاد الحلول لها. وذكر مسؤول المدارس الأستاذ عمر دين محمد أن نتائج الطلاب في السنوات الستة الماضية لم تكن حسب المرغوب، وسيجري العمل للتعرف على الأسباب وحلها، وأن تنظيم التقييم واللقاءات وورش العمل باستمرار يساعد في ذلك. كما طالبت الورشة لمواصلة تقديم الدروس الإضافية لطلاب الصف الثامن وال11 وبناء مدرسة داخلية في مكان وسط لحل بعد المدارس في المنحدرات الشرقية. ودعا مدير مديرية صنعافة السيد إدريس علي شكر على تعاون الإدارة لتحسين تدني المشاركة وكفاءة الطلاب. هذا وتوجد في مديرية صنعافة 48 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل حوالي 15,000 طالب.
قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة أنشطته لعام 2022 ووضع خطة عمل لعام 2023 في اجتماع عقده يومي 23 و24 من نوفمبر. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة أمنة حسن أن برامج عام 2022 شملت تأطير المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الدعم العيني والمالي وتمكينها مهنيا. كما أشارت تقارير المديريات إلى تنظيم الدورات التدريبية في الأشغال اليدوية والخياطة والإدارة والمحاسبة وتربية النحل. وأوصى الاجتماع لتنظيم منتظم للدورات التدريبية وتوسيع التأطير ورفع إنتاجية المرأة. طالبت جمعية منتجي الخضر والفواكه في مديرية ابن حيلي بتوفير البذور المحسنة وأسمدة رفع الإنتاج. وأوضح رئيس الجمعية السيد هابتي جبراي في التقرير الذي قدمه في الاجتماع التقييمي للجمعية الذي عقد في 20 من نوفمبر أن بذور البطاطس المحسنة رفعت الإنتاج كثيرا في السنوات الماضية، لكن الإنتاج انخفض بنسبة 25% هذه السنة لقلة البذور المحسنة. وأشار إلى مواجهتهم نقص المياه لامتلاء مصادر المياه في المديرية بالطمة، مطالبا بدعم الآليات لإزالتها. وقال مسؤول الزراعة في المديرية السيد منقس طعمه إن تأطير المزارعين من أكبر أهداف وزارة الزراعة لضمان إنتاج الخضر والفاكهة، داعيا المزارعين لاستخدام السماد الطبيعي لرفع إنتاجهم. وأوصت مدير مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو المزارعين لتقوية التأطير وتطوير أنشطتهم دون أن تعيقهم النواقص، مؤكدة وقوف الإدارة إلى جانبهم لحل المصاعب. تضم الجمعية التي تأسست عام 2008 238 عضوا. دعا قائد مركز شرطة إصلاح القصر النقيب هابتي جبراي في الاجتماع الذي عقده لسكان مديرية أبا شاول أولياء الأمور لتحمل مسؤولياتهم للحد من الجرائم والمخالفات التي يقوم بها القصر. وأوضح أن القصر ينقسمون إلى جزئين في القانون الجنائي الانتقالي، الجزء الأول منهم هم تحت السن 12 ويتحمل جرائمهم أولياء أمورهم، والجزء الثاني من عمر 12 وحتى 15 وتصدر بحقهم الأحكام الخاصة بهم في حال ارتكابهم الجرائم. وذكر أن القصر المحتجزين في مركز الشرطة الإصلاحي يقدم لهم التعليم الأكاديمي ومحاضرات من خبراء الطب النفسي. وقالت مدير مديرية أبا شاول السيدة سارة تسفى ميكائيل إن التنشئة الجيدة للقصر مسؤولية جميع الآباء والمجتمع، وخاصة على الأمهات اتخاذ مسؤولية أكبر لرعاية الأبناء ومساهمة المدرسة والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الدين. وحث المشاركون في الاجتماع لوضع حد لتجارة القصر في الشوارع والقيام بأنشطة توعية وبرامج تأهيل للقصر. سيداتي سادتي، نواصل نشرتنا الإخبارية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قال الجيش الأمريكي إن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في مدينة الشدادي شمال شرق سوريا، لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة. وهذا هو ثالث حادث من نوعه ضد قواعد توجد فيها القوات الأمريكية خلال أسبوع. وأورد بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي سنت كوم أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد زارت موقع إطلاق الصواريخ وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه، ولم توجه القوات الأمريكية اتهاما إلى أي جهة. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو باتشينو إن هجمات مماثلة تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين كانا منالهما صعبا في سوريا والمنطقة. واستهدفت مسيرة تركية قاعدة مشتركة لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة، ما عرض القوات الأمريكية والأفراد لخطر وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لسنت كوم دون تسجيل إصابات.
أعلنت الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات FCC حظر المعدات وخدمات الاتصالات التي تقدمها 5 شركات صينية بينها هواوي وZTE، ويستهدف القرار شركات تعتبر تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، ولا يسمح بموجبه بإعطاء إذن لتسويق أي منتج جديد على الأراضي الأمريكية. ويشمل القرار شركتي هواوي وZTE اللتين خضعتا في الماضي لقواعد مماثلة، وكذلك الشركتي ديهوا وهيكفين اللتين تقدمان معدات مراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركة هيترا المتخصصة في معدات الراديو. وقالت رئيسة الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات جيسيكا روزرنسيل في بيان إن هذه القواعد الجديدة تمثل جزءا مهما من الإجراءات المتخذة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات للأمن القومي تستخدم فيها معدات للاتصالات. هاجم شاب مسلح مدرستين في ولاية إسبريتو سانتو بجنوب شرق البرازيل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين. ووقع إطلاق النار في مدينة أراكورز البالغ عدد سكانها 100,000 نسمة على بعد 600 كيلومتر شمال شرق ريو دي جانيرو. وقالت السلطات إن 3 مدرسين وطالبا لم يحدد عمره حالتهم خطيرة. وأوضحت السلطات أن المهاجم اقتحم البوابة الخلفية للمدرسة ودخل غرفة الأساتذة وفتح النار على الكثير من المدرسين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين. وأعلن حاكم ولاية إسبيريتو سانتو ريناتو كازاغراندي الحداد 3 أيام. ووصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ما حصل بأنه مأساة عبثية. في النبأ الأخير، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيتيندوسي فقدان 12 شخصا إثر انزلاق تربة في جزيرة إيسيكيا قبالة نابولي، ولم يتأكد وقوع وفيات. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انزلاق تربة في ساعة مبكرة من الصباح في بلدة كازاميشيولا تيرمي شمال الجزيرة. وقال الدفاع المدني إن الوحل غمر منزلا وجرف عدة سيارات إلى البحر، مضيفا أنه يبحث عن مفقودين. وأوردت وكالة أنسا أن ما لا يقل عن 30 أسرة محاصرة في منازلها بسبب الوحول في غياب الماء والكهرباء، مضيفة أن الطريق المؤدية إلى الحي مقطوعة بسبب الانهيارات الطينية والحطام. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين ختاما للنشرة. إريتريا تشارك في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائي 17. ورشة عمل تعليمية في صنعاء. تقييم أنشطة المرأة في عنسبة. في الأنباء العالمية، استهداف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا بصاروخين دون أضرار. الولايات المتحدة تحظر رسميا معدات اتصالات صينية. ومقتل 3 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدرستين في البرازيل. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العام، نستودعكم الله، إلى اللقاء.